بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومدنبين نمكي خوارجتها وكسو جواب كليب كي كساب سنة عريا هل وهابية كيني كرا أصغو أما مظاهرات أما دهايا عن يعني هدية لكورة يعني دقالوا أرورينو فلسطين وحنا تصارك لما كان كسينا وكان النبي محمد عايد كيسا كبو حبين يسوي شيء أيها اليهود روا والشقيان عدين بان هذا يتصاي عدينت وعدينت إن كنت صايع حوي سمينا أرك الإسراء والمعراج هذين كلمة اللي بيلمي أهل السنة والجماعة ويسوي معنا النبي يسير دي الإسراء والمعراج والله حصى إلهي بقوله وذكرهم بأيام الله إلهي مالمي سمي محمد وكواني مع المهوى وين أو وحيالها وين عيدعين وضن إن معنا ذاتك الجوع يقلموين وإله باكو أمر هاي يعني إسراء والمعراج كان سوكليو نبي قدر شيء سوكليو يوم البدر وكشكينا وحنا صدق وكشكينا لكن هذا ما أقول سوت وحنا محمد كوسا صدق ما أقول إسراء والمعراج هو جديدين بحكوا جديدين إسراء والمعراج يوحى سوحرا مسجد القدس يوم ذاتك فلسطينيين تها سوحرا ما يقول ويكسر جيدان لما كخوارجها وهابيها أو تيري عالم أنت كوي جري جهات كهذا قالوا أو العراق دجالك كوقاضي أو الأردن كوقاضي أو سوريا كوقاضي ليبيا كوقاضي أو الصوماليا كوقاضي أو السودان كوقاضي أو ملك الإسلام كيدان الإسلام كله ويرها جهات كلها لما كي أو كل شيء جري جهاتك مسلمين تقول بابيان ما أنا وح كلام يهودي قالوا وشغيان أي جهاتك حق هذا الكاس كجرا ما أعرف واحد بحايو ما أعرف واحد مقالكم بحايو عبد الحي ولا كان شيء عبد الحي مقدس جوا لما كان خوارجها ماشي في فضية ولا عبد الحي انت وكان العق عبد الحي العقتها ما قال مسألتك أودي ريف فلسطين أيوة هاي ولا مالك نبا مدعي ما داعس صارت تتواصل ولا شقيان ما يقول جهان ما يقول وحنا ما يقول عدين حق جرتوا عدين كمان يتصل أنا وحوي يتصل تفسير واحد عبي أنا قاعد هذا اللي الله وحنسوق لي يوتيوب وحنسوق لي يوتيوب بس كان سأقولهم وحنسوق لي الوهابية أعداء الإسلام فاسوقني وهابية وعلو الإسلام فاسوقني ويكبحيان اسكريبشن أنا كسوق أنا أنت أجلس صار بنا يقول ما حكى قصية وهابية كان الله يا لما كان وهابية أعداء الإسلام ويان يعني ويكبحيان كليب كاسجا وأول شقيان يقول يا السيم وأول شقيان وحكوا تفيدوا أنا عدنا من وهابية أو أدير كل وهابية وكم ده ولما حسان أفكس معنا وحواي توصل تفسي حسان كي الله يهان سوق الله يا سجن أو كان الله من كان هذا فيين كوا إسرائيل يقول هلا عيدا اليهود أفكار لأنه أفريقيا أبرعني ومش أبرع أفريقيا ما كان شيبان دعاري وكهلا وهو ما اللي يزبلا اللي يسوي مفتي بس بدري مفتي هذا البلد يقول لي مفتي بس بدري وهو اللي يسوي دين حماس محيطا ما خوارج بمسوا أهل السنة والجماعة وأخبرني خوارجه ما كان الخطر دارنا يا إلا روح ولا بني يسوف فتاويه الشيخ فوزان يوم العثيمين ولا يسيل اللي غادها كلام مفتي بس بدري وزير كلا كان يدعم في يد الإعلام يقول ده يوفق وارث وعليا وذات سلفية شبكة لها مصر كذا يا وحيلة هاي وزير يهود الشيخ يهود الحكومة يا عناصر هاي خوارج وذلك سعيد الإسلام وحيلة يعني حماس وحاوليه وصنعة يهود بابا سميسيبا مسلمين وفرق مرة يهود بابا ديارسي وجواسيس وقال يهود ديارسي هم رافضة وحما وسودة بله وأنا خوافض لحن يسود واقعنا وضوط شيء ما كان يطلع يبني مدة دير بالي لحن يسود لهذا كل هو الصريح بارب ما كان هو الرافض يهود بها ديارسي شيخ مسلم يساس وليه شيخ يهود نبول وخوارج بعد سلاسة واقف سريع ولا سوى لكن هذا الأبابلي بعد ذلك دونتان جير أو إعلامنا أيه إلا سما يبنانبح لو تاجر أيه ولا لهن فلسطين ولا لها الصوماليات كيني جوجا دار أهان نيروبي جوجا وحن ربا أوجيسيس إلهي سبحانه وتعالى لوجه لنا يو دينتي سلوجه لنا يو ولا لدن فلسطين لوجه لنا يو مجاهدين غزة جوجا لوجه لنا يو لوجه برجار يو قرب لو نقول يو عذر لموجين يو بان هاي كان أسوأ فريستي عاوة وحاجرة ولا ليال مالين أحد أهل صوص عطا تاريخ المطاي كل لباتنك سبتمبر ومالين أحد وحا مسلمين كينيا أي أوجيسيس بلارن أض دير كبعين وحد عيا بنانبح وين ولو تاجيريه فلسطين غزة waxa ka socda walaal iyo nin kale oo ka warhaya muslim iyo sokeeyaba waa ka warhaya gaal nin maxay ahaydayay dheerna waan og yahay waxa dhulka ka socda oo gumaada oo baabi'in ah oo dumina oo istirso ah saqiir ma noola hooyo ma noola awow ma noola dhalaan ma dhaqna maxay ahaydayay wax inoo badbaaday oo magaalada غزة اللي يراهدو كل بدبادين مسجد ما بدبادين محيا هيدا مدرسة ما بدبادين اسبيتال ما بدبادين محيا هيدا واحد بدبادين ملا جاجدا هاي ستا وقرنا يسان وكيانا يكون بديني أنو آد بان أو فرحسن هاي إناد
abaabushaan banaanbax noocaas oo kala laakiin banaanbax noocaana idinka saari mayso inaad kaliya u banaanbaxdaan waxaa la idinka rabaa dhaqaalaha inaad dirtaan dhaqaalahana aad ku dirtaan shiiqii la oran jiray Sheekh Cabdilxayi ayaa u qaabilsan ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaha loo diraya Falastiin uu xilqaamay dadaal badanna wuu baxshay aan aragno tilaabada labaad oo aad qaadaysaan inay noqoto adinkoo walaalaheen reer Falastiin dhaqaalo aruurinayo oo Cabdilxayi ku simaya markaan taa aragno ayaan waxaan leenahay ma sha Allah way garab istaageen walaalaheen laakiin inaan ka akhrisan mayno waa idin ognahay inaad hoos ahaan aad ku faraxsan tihiin dhibaataynta dadka muslimiinta lagu hayo yuhuudana aad garab u tihiin oo wax cad weytaas marka tan aad samaysaan oo dhaqaale aruurisaan baan markaas leenahay ma sha Allah waa dadaaleen walaalahood bay garab istaageen markaas waxa way waa idin marqaati kici karnaa laakiin banaanbax la yiri oo la isku bariyeelahayo ummadda Soomaaliyeed indhaha looga qabanayo in ka akhrisan mayno idinka dhageysanaysana ma lahan waa in la helaa dhaqaale inaad aruurisaan una dirtaan walaalaheen reer Falastiin oo dhibaataysan taas ayaan ku daawoobi karnaa muslimiinta oo dhan ku daawoobi karaan inta wixii ka soo haray waxa tiin waa ognahay munaafiqiin baatiin yuhuudda garab la ah yaani ma la helo hal nin oo wahaabi ah ama khudbooyinka meelaha inta ka istaaga dhahayo warjahaad meeshu ka furan yahay la aado ma la helay ma la soo helay taasna waxaan filayaa mar dhow inaad masaajidaad ka istaagi doontaan hadii doontaan jihad ku baaqi doontaan waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh